المفروض نخاف من مشكلة ملهاش حل، لكن مشكلة ليها حلول وحلول كتيرة كمان نخاف منها؟ لا، ما نخافش. الفيديو ده انا عامله عشان اطمن كل عيان بيشتكي من وجع في ظهره او وجع في رجليه او تنميل او كهرباء او حرقان او اي عرض من اعراض عرق النساء، ان النهارده بقى عندنا حلول كتيرة جدا لعلاج المشاكل دي. ابسطها العلاج باختلاف انواعه، وعملنا فيديوهات قبل كده بنتكلم عن علاج التنميل وعلاج عرق النساء. بعد كده يجي دور العلاج الطبيعي بيفيد كتير من العيانين. بعد كده يجي الحقن باختلاف انواعه، سواء حقن قناة العصبية او حقن جذور الاعصاب. بعد كده يجي التردد الحراري، وان كان لنا بعض التحفظات عليه. بعد كده تيجي العمليات، سواء استئصال الغضروف او توسيع القناة العصبية او حتى تثبيت الفقرات، كلها بقت حاجات نتائجها كويسة جدا للعيان اللي محتاجها. وبرضه ما تخافش ليه؟ لان اغلب الحالات ما بتعوزش العمليه. ما تخافش ان حتى لو وصلنا للجراحه النتيجه بقت كويسه. امتى تخاف من مشكله ملهاش حل، لكن مشكله الغضروف وعرق النساء ليها حلول كتيره جدا. ما تخافش، وافتكر دايما انك هتعيش مره واحده، حاول تعيشها بصحه وسعاده على قد ما تقدر. وافتكروا دايما ايه؟ ان الامل موجود. سلام عليكم.